السلام عليكم، معكم محمد مالو من قناة ميكانولوجي. النهارده نشرح درس الادفانسد فلتر. يعني لو انت تبقى عندك مجموعة من الارقام دي وعايز تركبها باشكال مختلفة، درس مترتبة 2 5 11، يعني مترتبة ترتيب تصاعدي من الصغير للكبير. انا حبيت بقى اغير الترتيب بتاعها، قمت عامل صورة من largest to smallest، يعني من الكبير للصغير. قمت مغير كده، هتلاقي عندك بيقول لك واعملها سيلكشن صورة، هتلاقي ايه اتغير بدأ 30 20 15 11. طب حاجة زي احمد دي وعلي ومش عارف ايه مترتبة من الحروف ترتيب انا كنت مرتبها قبل كده. فاحنا عملنا برضو صورة فلتر تبقى ترتب بالعكس من زد تو ايه. عمر محمد احمد، لو انت عايز تغيرها برضو تخليها ايه من ايه تو زي، سيلكشن سورت، ترتبت اهي. التواريخ برضو تواريخ الميلاد انت ممكن ترتبها من كبير لصغير، من الصغير للكبير، يعني من اللي هو من الصغير من الكبير oldest، تبقى كده تبقى زي ما هي، او العكس تلاقي من 2009 ده اللي هو الكبير، عايز تخليها من الصغير اللي هو الأحدث يعني صورت. دي مجموعة ايه من الحاجات في الادفانسد في ايه في شغل الفلتر تعملها في ايه بقى. لو انت عايز مثلا عندك داتا كتير وعايز تبدأ من ايه، ابدأ مثلا من اول رقم 1 او الارقام من الصغير، مثلا ابدأ من رقم مثلا 5 او 2 او 5 11، خد ترتيب يعني كده، او الاسامي لو انا عايز ترتيب امجدي، التواريخ الميلادي، الحاجات دي بتفرق جامد في الترتيب في شغل اكسل. الدكاترة الوسط دي بتفرق معاك جدا. كمان انت عندك حاجة زي دي، يعني بص العلامة دي لو ضغطت عليها هيقول لي ايه الداتا بقى. انا ممكن اختار الشكل ده بحيث اللي هو يوضح لي النسب بتاعتهم لو دي كنسب، او تعمل كلر او ايكون ليست. السهم اللي تحت يعني قيمة قليلة، السهم اللي بالجنب ده القيمة يعني متوسطة، السهم اللي فوق ده قيمة عالية. عندك ممكن تعلم على القيم الكبيرة دي التوب مثلا، دي لو تعمل كده انت ممكن تعملها كده، هتلاقي عندك شكل حلو بتبين لك الاسم دي عدد قليل، ده رقم اكبر الترتيب بتاعها يعني. طب دلوقتي انا كنت في الاول برتبهم ده لوحده وده لوحده وده لوحده. طب لو انا عايز ارتب ده واللي معاه ده يترتب، فانا قمت اعمل ايه محدد ده كده، قمت ابدا ايه عملت فلتر، واحنا بادئين من الاولدست هنخليه نبدا ايه من النيوست. تمام. ومكان مش هنحدد دي هنخليها نعمل على طول ايه سيلكشن اول واحده، لقيتها ايه اتغيرت معاك. ليه؟ لان كلهم مربوطين ببعض، دي كانت مع دي ومع دي، فخلاص دي بقى طلعت فوق فكله طلع مع بعض مع بعض. احنا برضو جينا على دي بقى مثلا هنا احنا مرتبينها، نبدأ بالسمولست، اعمل سورت، هتلاقي كله اتغير معاه. ماشي. طب انت هتغير دي تعملها سورت باي مثلا من A to Z، اعمل سورت، اتغيرت ايه بقى خلاص الحروف اهي اتغيرت خالص. ليه؟ لان كله مربوط ببعضه. انت لو انت رابط كله ببعضه هيتغير ايه مع بعض. تمام. ماشي. لو انا مثلا قمت عامل الاتنين دول بلون الاصفر، قمت عامل الاتنين دول بلون اللبني مثلا، تعمل الاتنين دول بلون ايه الاخضر. تمام. وانت محدد ده وعايز اعمل له سورت، بس انت عامله كاستم سورت. تمام. واخلي الحاجه اللي حاولت تتعامل معاه برضو. فوق انت تعمل في التكست، اعمل في التكست سيل فاليو ولا سيل كولر، لا انا هعملها بحسب السيل كولر. قال لك عايز نقول اللي في الاول، قمت عامل الازرق هو اللي في الاول. تمام. قمت عامل اد ليفل، برضو مختار التكست، قمت عامله سيل كولر، قمت مخلي الاخضر هو اللي بعد كده، قمت عامل اد ليفل، قمت عامل ايه تكست برضو، قمت عامل سيل كولر، واختار بقى ايه الاصفر اخر حاجه، قمت عامل اوكي. هتلاقي فعلا عمل لك الازرق اول حاجه، وبعدين الاخضر وبعدين الاصفر، ورتبهم لك ايه ال11 اتغيرت معاها ودي اتغيرت معاها. فانت عندك كذا طريقه تعمل بيها ايه الفلتر بتاعك وترتيب الحاجات بتاعتك. طب دلوقتي عندي مجموعه من القيم زي دي كده، فانا عايز افلتر جزء من، يعني مثلا عايز اخد 20 ومحمد ودي، فانا عايز ابحث عنها في جزء الجدول ده كله. فانا اخترت مثلا تكست اهو فارس، هبحث عنها ازاي؟ عندي في داتا حاجه اسمها ادفانسد، اقوم ضغط عليها، هو بيقول لك حدد لي انت عايز تغير في نفس المكان ولا تعمل مكان تاني، او تعمل لا في مكان تاني. اقوم شايل الليست رينج دي، اقوم شايل دي خالص. الليست رينج دي اللي هو الجدول بتاعي. تمام. والكريتيريا رينج اللي هو دي لازم التكست وكلمة فارس اللي هو الاسم يعني اللي هعمله. كوبي تو مثلا اعملها كوبي هنا. حلو. قمت عامل اوكي، لقيت نفسك هو اخدلك دي بس 11 وفارس و9/2/2015، فهو حدد لك القيمة اللي انت تبحث عنها اللي هي التكست دي المعينة. فانت مثلا لو انت عندك جدول كبيرة وكام كبيرة، لا ممكن ابحث بالطريقة دي. مكان مثلا هيكون عارفين طريقة تانية اللي هي تقوم رايح على هوم عامل فايند وتبحث، لا دي بقى طريقة. مثلا لو انت عندك جدول بس دي هبحث في الشيت كله،
لكن هنا هبحث ايه في الجدول ده بس. تمام. طب دلوقتي انا عندي جدول زي ده في مجموعة من الارقام والاسامي والدول والمرتبات، مثلا العقد مثلا مدته كام سنة، ده انا عامله عشوائي. انا ممكن لو حددت ده كده قمت رايح ضغط على كلمة فلتر دي، هتلاقي اتحدد كده. بيقولك انت عايز تعملها ترتيبها بناء عن ايه، فلما تعمل مثلا عملت سلة مثلا وعمل ايه بالسمولس، نبدأ بالصغير، فهم مرتبها لك مثلا عندك 2000 برازيل مش هترتب ورا بعض، لما ترتب مثلا ترتبت 8 أمريكا مش عارف كده، ترتبت على حسب الترتيب ده. بس رحت متعامل من A to Z مثلا ترتبت مثلا حسب الدول. طب لو انا بقى مثلا قمت شايل مثلا ايه US وUK وجيرماني وإمارات وبرازيل، قمت عامل اوكي، هفضلك بس بتوع مصر فقط. يبقى انت كده حددت مجموعة من الحاجات من الجدول على حسب الدولة. طيب هتلاقيهم مثلا متشابهين في حاجات كتير، لو انا اتغير مثلا من هنا هتلاقيها هي مش هتفرق كتير. عايز ارجع مثلا حاجة تانية، تعمل مثلا ضفت البرازيل تعمل اوكي، هتلاقي اتضافت لك عليك تاني، بس هي كانت مترتبة ايه من A to Z، فانا ممكن اخليها من Z to A، تلاقي ايجيبت بقت فوق. فاهم يعني حاجات بسيطة ممكن تعدل فيها. ممكن مثلا تقوم واقف على مثلا كده تقوم ايه تقوم عاملة مثلا ايه، عاملة مثلا عشوائي كده، هنحاول نزود مثلا الامارات، متعدلتش بقى ليه لانها ما كانتش موجودة ساعتها، تضغط عليها وتقوم ايه معدلها. فهنعد ضفناهم. فانت لو عندك جدول زي ده فيه داتا كتير وبيانات كتير، تقدر ايه تخش عن طريق عملية الفلتر دي. انت بتفلتر على حسب الحاجة اللي انت محتاجها. طيب مثلا لو انا عايز ابحث عن اكثر من حرف، بس مش عايز ابحث عن حاجة من الحاجات دي، لا انا عايز كذا حاجة منهم بس بطريقة مختلفة. انا اعمل مثلا على التكست، هم ضغط على beginning with، هتبدأ بحرف مثلا تعمل حرف الاي، هم تعمله هتلاقي جابلك ايه ايجيبت وامارات، يعني خاص بقى وخاص ايه فلتر لك الحاجة اللي انت محدد، انت حد حرفين اللي هو حرف الاي، فجابلك حاجة بتبدأ بحرف الاي. تمام. دي كده اغلب الحاجات بتاعت الفلتر وادفانسد فلتر وكل حاجه انت ممكن تحتاجها. دي انا شرحت لك اكتر حاجه بنستخدمها وممكن تنفعك في الشغل بتاعك. في حاجات تانية ممكن تبقى انا مثلا ما شرحتهاش او حاجات موجوده انا ما بستخدمهاش انت مش هتحتاجها قوي، ولو عايز برضو ممكن انزلها بس بعدين عشان ايه نسهل عليك في الكورس ان شاء الله.